أما بعد، فأخي في الله، اتق الله في أبيك، اتق الله قبل أن تحل بك نقمة من الله، فإن العقوق مفتاح للشر وسبب في سلب الخير والبر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لا يدخل الجنة عاق. أيأتيك أبوك الذي تربيت بنعمته بعد نعمة الله، أيأتيك أبوك الذي وصاك الله عليه من فوق 7 سماوات أن تخفض له جناح الذل من الرحمة وأن تقول رب ارحمه كما رباني صغيرا. أيأتيك أبوك ويقف عليك والواجب أن تأتيه وأن تذل عنده وأن تخفض له جناح الذل تشتري رحمة الله. أخي في الله، تدارك نفسك، ومن هذه الساعة تتوب إلى الله، ومن تاب إلى الله تاب الله عليه. أحذرك من نقمة الله العاجلة وعقوبته الآجلة أن تنزل بك، وعاهد الله من ساعتك هذه أن ترجع إليه وأن تدخل السرور إليه وأن تضحكه كما أبكيته وأن تسره كما أحزنته وأن تكرمه كما أهنته. اتق الله في والدك وأحسن إليه كما أمرك الله، والله تعالى يبدل الإساءة بالإحسان لمن وقف ببابه يرجو الصفح والغفران. فأوصيك أخي في الله أن تبادر بعد انتهاء الصلاة إلى والدك وأن تجلس عند قدمه باكيا ذليلا خاضعا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال يا رسول الله أتيت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي يبكيان، قال أترجو الجنة؟ قال نعم. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما. قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، قال أحية أمك؟ قال نعم. قال الزم رجلها فإن الجنة ثم. فارجع إلى أبيك وتب إلى الله باريك وقل يا رب التوبة مما بدر مني وكان، وارجع إلى والدك فإن الله عز وجل يتوب على من تاب. وكم من عاق كسر الله قلبه بالقرآن ومواعظ أهل الإيمان فرجع إلى والديه فعادت عليه الرحمة من الكريم الرحمن. الله كريم، الله جواد، فتب إلى الله وارجع إليه وصدق هذه التوبة بالإحسان إلى والدك وإلى والدتك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقك لذلك